هذا البرنامج برعاية بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم 5 أمان. أحب في بداية الحلقة إن أقول لكم إن لازم قوي نفتخر ببلدنا مصر، نفتخر بيها قوي. حد يعرف إن كل مصري عنده تأمين سفر شامل بيوصل قيمته ل 30,000 يورو؟ الموضوع ده حقيقي. كل واحد معاه الباسبور ده متغطي في سفرياته ب 30,000 يورو. الموضوع ده في حكاية نشرتها جريدة اليوم السابع عن رحالة مصرية اسمها دكتورة منال رستم، وهي أول امرأة مصرية تصعد أعلى قمة جبلية في العالم زي جبل أوكوناغو في أمريكا الجنوبية. وهقول لكم الموضوع إن الرحالة كانت مع مجموعة من 5 أفراد في طريقهم إلى قاعدة إيفرست، وهي مجموعة جبال على حدود الصين. الموضوع بدأ لما كتبت منال رستم، الدكتورة منال رستم الرحالة، على حسابها على فيسبوك عن تجربة شخصية ليها أثناء سفرها للخارج. بتقول إيه؟ بتقول إنها كانت ضمن فوج سياحي طالع لقاعدة إيفرست ومجموعة الجبال إيفرست هناك، وعلى مشارف الوصول للقمة حست بتعب شديد قوي. تم تشخيص التعب إن في التهاب رئوي من خلال المجموعة اللي معاها. الناس اللي معاها قالوا لها لازم تنزلي لأن الحالة بتاعتك دي مش هينفع إنك تكملي، ولكن لازم ينزلوها حفاظا على صحتها. لكن هي قالت لا، أنا عايزة أكمل، وصممت إن هي تكمل معاهم على أساس إنها كانت مسؤولة عن جروب ناس معاها من اللي طالعين، ومش ينفع طبعا تسيبهم وتنزل. كملت بالفعل، إنما الدكتورة منال جت في طريقها والتعب شد عليها، فاقترح عليها المرشد، قال لها لازم تنزلي تكشفي في عيادة قريبة هنا من المنطقة، لكن لازم تنزل بهليكوبتر. وافقت ساعتها، قالت لهم طيب أنا أنزل. طب أنزل إزاي؟ ولما جه بينقلوها سألوها، قالوا لها إذا كان عندها تأمين صحي ولا لأ، عشان تتفاجئ دكتورة منال بالمعلومة الذهبية دي، ما كانتش تعرفها واكتشفتها بسبب الموقف ده. وهي إن في آخر صفحة في الجواز بتاعنا اللي أنا وكل مواطن مصري بيفتخر بيه، بيكون فيه تأمين سفر شامل بتوصل قيمته ل 30,000 يورو. منال لما وريتهم الورقة وكشفوا على الورقة والرقم اللي فيه، تم قبول الحالة على طول. وبالفعل نزلت الهليكوبتر وخدت دكتورة منال على حساب الدولة، وتحملت التأمين بكل مصاريف العلاج في المستشفى لحد ما خرجت بالسلامة. لما بحثنا ورا الموضوع عشان نعرف تفاصيله، فوجئنا ان احنا كمان ان الدولة وفي اطار حرصها على تعزيز الحماية الاجتماعية الشاملة للمصريين في الخارج، فأطلقت وثيقة تأمين رعاية المسافر، وهي وثيقة إجبارية بتطبق على جميع جوازات السفر الصادرة من يوليو 1 يوليو 2021، بتغطي كل اللي تجاوز عمره شهر. يعني لو أنا مسافر بطفلي ومعاه وعمره شهر، لغاية واحد يكون سنه 85 سنة،
الوثيقة بتغطي المواطنين المصريين المسافرين بالخارج ضد مجموعة من المخاطر زي المرض، الوفاة، السرقة، الترحيل، واحد كسر الإقامة وعايز الدولة ترحله، وكل ده بقيمة تعويض بتوصل ل 30,000 يورو في المرة الواحدة. الأمر طلع سهل، بيتم ربط وثيقة التأمين بإصدار جواز السفر. يعني مجرد إن أنا بطلع جواز سفري وبسدد على طول المبلغ حوالي تقريبا 300 جنيه لما باجي أطلع جواز سفري، وبعدها بيتم على طول تفعيل الوثيقة تلقائيا. بيضاف ملصق هتلاقوه في آخر صفحة هنا في جواز السفر، رقم خط ساخن دولي على الصفحة الأخيرة في الجواز، بيتيح الحصول على المساعدة الفورية. يعني أنا في أي دولة لا قدر الله حصل لي حاجة، على طول بتيجي الإسعاف تنقل للمستشفى كل المصاريف دي في أي دولة من العالم، تنقل فور فري، ما بدفعش حاجة خالص. خطوة مهمة بتأكد قوي على حرص الدولة على صحة وسلامة كل مواطنيها من خلال الوثيقة اللي بتوفر مظلة حقيقية وحماية حقيقية للمصريين في الخارج. يبقى فعلا لازم من قلبنا كلنا، وأنا أولكم بقول تحيا مصر. طبعا علشان تكونوا مبسوطين قوي بالموضوع اللي أنا بتكلم فيه، تعالوا نشوف اليوم السابع قالت إيه عن الرحالة دي. يلا بينا. ليكم شفتوا بقى موضوع يستحق ان انا ابوس الباسبور المصري، وان انا اكون فخور ببلدي حتى لو في حاجات وقرارات بتتاخد ببطء، انما بتتاخد وهي مهمة جدا ان تحمي كل مواطن مصري. الموضوع اللي هنتكلم فيه النهارده موضوع مهم جدا، موضوع الوعي التأميني للأفراد والمشروعات اللي فعلا بيهم كل مواطن وكل شخصية على أرض مصر، سواء إذا كان شخصية اعتبارية، مستثمر، مواطن مصري. موضوع نشر الوعي التأميني من الموضوعات المهمة جدا واللي بيهم جميع العاملين في القطاع. طبعا نحب نسمع رأي الدكتور اللي جميع العاملين في قطاع حسني الخولي، أستاذ دكتور بكلية تجارة جامعة بني سويف، اللي دايما أي حد شغال في القطاع أول ما بيسمع اسم الدكتور حسني الخولي يقول ده درس لي وده فهمني يعني إيه تأمين. لأني إنسان ما بيشرح لك عايزك تكون أحسن حاجة في شغلتك في مهنتك، عايزك تكون معلم في المهنة، عايزك تكون دكتور زيه وانت بتشرح يعني ايه تأمين ويعني ايه أهميته. دكتور حسني الخولي علم من أعلام التأمين وأساتذة التأمين في مصر، لأن كل اللي لازم ياخد لاينسز كبروكر أو شركة وساطة لازم يعرف دكتور حسني الخولي اللي عدى تاريخه أكتر من 20 سنة وهو بيدرس تأمين. دكتور حسني الخولي أستاذ
التامين بكليه التجاره جامعه بني سويف. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا دكتور طارق. منور برنامج 5 امان وقناه الحدث اليوم، بتشرف انك معانا ان شاء الله على الهوا دلوقتي. دكتور حسني. نعم يا فندم، انا حقيقي سعيد بالمقدمه الجميله لاخويا الدكتور طارق. حبيبي يا دكتور. واهني معاليك على البرنامج الجميل الناجح اللي اسمح لي فريد في نوعه. اشكرك. يمكن زي ما معاليك ذكرت وقلت تقريبا حوالي 50 سنه يا دكتور طارق في خدمه التامين علميا وعمليا، ولكن مبهور قوي بقناه الحدث اليوم وبمعاليك اعلامي متميز. ذوقك العالي. علي لي الصوت شويه يا استاذ محمد، يا استاذ ايه، علي لي الصوت شويه، الصوت الجميل ده بحب اسمعه، يعني مش عايز اسمع اللي هو في الاستوديو كله. اتفضل يا دكتور. حقيقة أنا بقول لمعاليك أنت انفردت بعرض أو بخدمة يعني خدمة تخص مش بس الأفراد، تعال نقول تخص الاقتصاد القومي للدولة اللي معالي رئيس الدولة أكبر هيئة قيادة سياسية في البلد ورئيس الوزراء والحكومة وهيئة الرقابة المالية نفسهم تبقى مصر من أقوى الدول الاقتصادية. دي حقيقة. طارق اللي الهدف ده اللي بيسعى عليه رئيس الدولة والحكومة بدايته النهوض بخدمة التأمين اللي حضرتك ما شاء الله سنوات طويلة بذلت جهد في التوعية والإعلام التأميني من خلال حضرتك سنوات طويلة ومن خلال قناة الحدث اليوم. أشكرك جدا يا دكتور على كلامك الجميل ده، وقد إيه أنا متأكد كل واحد بيشوف الحلقة دي وأول ما بيسمع صوتك بيقول الله دكتور حسني أهو. حضرتك عايزين نعرف بس المشاهد بقالك قد إيه في القطاع الجميل ده وفي معهد التأمين بتدي محاضرات. شوف يا دكتور، اتفضل. يمكن أنا تقريبا دخلت في 50 سنة تدريس تأمين. الله، 50 سنة. 50 سنة 50 سنة بدرس التأمين منذ عام 1900. أنا خريج 77. الله. أول 79 اشتغلت في كلية تجارة بني. ما شاء الله. يعني حوالي 50 سنة يعني بسيطة تقريبا نكبرها نص قرن خدمة في التأمين علميا وعمليا وتدريبيا. الله. أجيال اتخرجوا من تحت إيدك يا دكتور. تقريبا 50 دفعة اتخرجوا من عندي من كلية التجارة. الله أكبر، الله أكبر. زائد بقى شاء القدر ان هيئة الرقابة تنشئ معهد الخدمات المالية، وقبلها كنا بندي دورات في التأمين في هيئة الرقابة. منذ انشاء المعهد اللي جميع السادة الوسطاء بياخدوا فيه دورات تدريبية. يمكن من فضل الله عليا ان إدارة المعهد من ساعة ما بدأ لغاية اللحظة اللي بكلم مع سعادتك فيها أنا عندي محاضرة يوم الاثنين القادم، وأنا أعوذ بالله من كلمة أنا بسعد وبصرف في إعطاء محاضرات في قطاع التأمين لجميع العاملين في القطاع من مديرين ووسطاء. وحقيقي أنا سعيد بأن حضرتك من أغلى كوكبة وسطاء التأمين في مصر. أشكر معاليك يا دكتور، تحياتي. ربنا يبارك فيك يا فندم. موضوع نشر الوعي التأميني من الموضوعات المهمة جدا يا دكتور، اللي حضرتك بتنفرد بيها دايما في محاضراتك وبنستمتع بيها ودايما بنكتسب الخبرات من حضرتك يا دكتور. ممكن يعني نبذة جميلة المشاهد يستمتع بيها عن أهمية الموضوع دوت؟ شوف يا دكتور، حضرتك طرحت، ما أنا بقول أنت شاطر يا دكتور طارق. أشكر معاليك. لموضوع من أخطر الموضوعات في صناعة التأمين، وأنا بقول صناعة التأمين لأنها ينطبق عليها كلمة صناعة، لأن التأمين خدمة بتقدم لنهوض باقتصاد الدولة. دكتور الوعي التأميني ياما في الجامعة عندنا عندنا رسائل ماجستير ودكتوراه في الوعي التأميني. احنا هنبعد عن الإطار الأكاديمي لو سمحت، هنكون لغة بسيطة سهلة زي ما حضرتك تفضلت وقلت حسن الخلقي بيدي المعلومة بصورة سهلة. عايز
اقول لجميع المشاهدين لقناتك المفضله والعاملين عليها واصحاب القناه وكل مشاهد وكل مصري وكل واحد بيشوف القناه دي. أيوة. الواحد التأمين اقول له عليك حاجه. اتفضل. مين فينا نسال ما احتاجش الخدمه التامينيه سابقا؟ مين فينا ما احتاجش الخدمه التامينيه حاليا؟ مين فينا مش هيحتاج الخدمه التامينيه مستقبلا؟ 3 اسئله. ايوه. وتعليق تعرضت لحاجه جميله الاخت الفاضله الرياضيه اللي تامين السفر انقذها. حقيقه دي افضل اسلوب لاثبات قيمه التامين كخدمه الكل محتاجها. حقيقه ما شاء الله عليك شاطر. اشكر سعادتك يا دكتور. تعرض نموذج متميز. نبقى مشكلتنا في المجتمع المصري والعربي ويمكن قدر لي ان انا زرت عده دول كتير قوي عربيه وغير عربيه. ممتاز. الوعي التاميني بتقولي الفرد فينا هو انا محتاج التامين في ايه؟ اقول له يا سلام. ده احنا بنقول التامين زي الميه والهواء. ميه والهواء اهميه قصوى. يا ريت الكلمه دي الكل يسمعها. ايوه. التامين الكل محتاجه زي الماء والهواء. صحيح ربنا سبحانه وتعالى قال وجعلنا من الماء كل شيء حي. ايوه. ما نقدرش نعيش من غير ميه، ما نقدرش نعيش من غير هواء. نفس الكلام هستاذن معاليك ما نقدرش نعيش من غير خدمه تامينيه. ممتاز. قول لي ليه؟ اقول لك تعالى بقى نمسك على مستوى الافراد. ايوه. على مستوى المشروعات الصغيره. ايوه. والمتوسطه والمشروعات الكبيره او العملاقه. ايوه. نمسك الافراد. وسعادتك استاذ كبير في هذا المجال. اي فرد فينا، اي انسان. صحيح ربنا قال ولقد كرمنا بني ادم، جميل. فعلا. هذا التكريم ربنا سبحانه وتعالى بيبتلينا بعده مخاطر في حياته. ايوه. نبقى نمسك الانسان، هو الانسان فينا معرض لمخاطر ايه؟ كتيره جدا. يا سيدي خلي الكلام على حسن الخول. أيوة. الانسان فينا كانسان معرض للوفاه. حقيقي. وللعجز وللشيخوخه فعلا. وللمرض زي سعادتك ما ذكرت المثال الجميل والاصابات العامه. بالظبط. صحيح في خطر ثاني اسمه توقف الدخل او نقصان نسيبه شويه. ايوه. ال5 مخاطر اللي سعادتك ذكرتهم كلنا بقول كلنا كبشر معرضين ليهم. تمام. الله نمسك الوفاه وبصوره طبعا انا يعني الوقت الموضوع عايز وقت اكثر من قناه سعادتك بس امسك الوفاه. قول يا الله يا اخي الواحد لما يموت ما خلاص هيقابل رب كريم بقى. اقول لك لا. ده في حديث لرسول الله كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. بالفعل. وانا مسؤول عن ولادي في الدنيا وحتى بعد ما اموت. لازم اضمن لهم حياه كريمه. بالظبط. الله تقول لي طب ازاي حسن حياه كريمه؟ اقول لك يا بيه ايه المانع ان يكون عندي وثيقه تامين ولما اموت في اي وقت ولا يعلمه الله سبحانه وتعالى يبقى في البيت مبلغ الزوجه الله يكون في عونها تكمل به المسير. طبعا. ما تلجاش للاغراب عشان تعرف تكمل. الحياه تستقر بصوره مستمره. ده امسك خطر الوفاه. تعال للعجز يا بيه. كل واحد فينا معرض يا دكتور انه يصاب بحادث عجز جزئي او كلي. اخطار فعلا اخطار حوالين كل انسان منا فعلا. كلنا معرضين. خدت بالك؟ طب انا لو بشتغل في مهنه حرفيه. ايوه. واصبت بحادث وقعدت في البيت. ايوه. بتيجي كده يا دكتور نشوف حال الاسره ايه. يا سلام بقى لما يبقى فيه تامين يخلي الاسره تمشي في حياه مستمره بدون اي قصور في الاسره. الولاد يتعلموا، الاسره تعيش حياه كريمه. ايوه. كل ده بفضل الله وبفضل قيمه التامين كخدمه. بالظبط. ان هو اعقلها فتوكل. الشيخوخه دي اللي مزعله ابدا احنا فاهمينها غلط. يا اساتذه انا كل انسان فينا تعال شوف العدد اللي طلعوا على المعاش تقول يا دي ملايين. ايوه طبعا. اقول لك طب عليه هو المعاش اللي بتوفره الدوله على مستوى كل الدول. ايوه. مصر بس هل كافي لضمان نفس مستوى المعيشه؟ اقول لك ابدا. ابدا. طبعا. اي انسان فينا لما يطلع المعاش الهدف التامين الاجتماعي زي ما عليك قلت. ايوه. هو ضمان الحد الادنى لمستوى المعيشه. بالظبط. طب يا بيه انا عايز اعيش في نفس المستوى. هو انا بعد المشوار ده كله ابص الاقي حالتي بقت اتغيرت والتزامات الاسره طب اجيبها منين؟
ايوه. اقول لك لا يا بيه، ما هو انت اسمح لي، ما حدش قال لك معلومه التامين غابت عنك او الوعي التاميني ما كانش متوفر لك. انت تقدر النهارده وانت في الخدمه تعمل يعني مزايا تامينيه تكميليه يا سيدي، فيه صناديق خاصه، في وثائق تامين حياه جماعيه، في النهارده شركات التامين بتوفر وثائق معاش ياخد مع معاش الدوله. ايوه، عايز حضرتك تاكد على المعلومه دي، لان في ناس تقول الله يعني هاخد معاشين. طبعا بالظبط. سامعين دكتور؟ سامعينه؟ ايوه بيه، هاخد معاش الدوله اللي بتوفره زائد المعاش اللي انا بمحض ارادتي رحت شركه تامين واتفقت معاهم على ان اول ما اوصل سن المعاش يصرفوا لي معاش دولي. ممتاز. حياه كريم. الله، كل ده بفضل مين يا فندم؟ قيمه الخدمه التامينيه. ممتاز. نسيب طبعا انا وقت حضرتك الموضوع عايز حلقات كتيره. دي حقيقه، دي حقيقه. احنا بندي نبذات يا دكتور عشان نقول ايه، حتى اللي بيشتغل في القطاع الحكومي ممكن يبقى ليه معاش تاني من شركه التامين. تمام. قطاع حكومي، قطاع خاص، هو صاحب مشروع خاص. بالظبط. اوفر له معاش اكنه بيشتغل في الحكومه. ايوه. نسيب الافراد ثواني، لان زي ما قلت لحضرتك انا نفسي سعادتك تتبنى هذه القضيه الخطيره ان شاء الله. المشروع الفردي. ايوه يا اخويا تعالى نمسك كده مشروع فردي. انا حتى لو عندي تاكسي اهو مشروع فردي. وبسوق والتاكسي ده فاتح بيت. الله، ايه تعالى كده التاكسي ده مش ممكن يتعرض لحادث؟ معرض. الله، طب لما اتعرض لحادث الاسره تصرف منين؟ احنا بنتكلم عن مستوى المشروع الفردي البسيط. يبقى النهارده لو عندي وثيقه تامين لسيارتي، يوم ما يحصل حادث شركه تامين محترمه هتقوم على حيلها تصلح لي السياره. ويمكن نقول حاجه للساده المشاهدين، ده انا ممكن ادي لك تعويض عن فتره التعطل. الفتره دي كمان شركه التامين متاحه يا دكتور طارق. ايوه فعلا متاحه ان انا اصلح لك التاكسي، اجيب لك تاكسي جديد. ايوه خد بالك، وكمان اقدر ادبر لك لو انت عامل وثيقه حوادث كمان شخصيه. ايوه. يبقى انت هتعالج، التاكسي بتاعك هيعاد مره ثانيه، والاسره مش هتتاثر باي ضرر حدث بسبب هذا الحادث. ده على مستوى المشروع الفردي يا معالي الدكتور. اكيد. ادخل بقى على مستوى المشروعات الصغيره والمتوسطه اللي الدوله وبكرر تاني فعلا بتتبناها. ايوه. والحكومه النهارده بتقول يا ساده المشروعات الصغيره والمتوسطه. ايوه. وهي اساس النهوض باقتصاد اي دوله. دي حقيقه. ده النهارده انا لازم اوفر لصاحب المشروع الصغير والمتوسط حمايه تامينيه. ايوه. لان هو ده مصدره يا معالي الدكتور. يبقى انا كدوله اقول له لازم عندك اي مشروع بسيط لو تعرضت لاي خطر احنا جاهزين يا فندم ونخلي الحياه تستمر. ايوه. اقول للساده المشاهدين في حاجه لازم اقولها لكم، هو التعويض اللي شركه التامين هتدفعه دي حاجه كمان نفس الكل يشاهدها ويعرفها. ايوه. هو شركات التامين المصريه اللي هتدفعه ده هيدفعوا جزء لانهم عاملين اعاده تامين في الخارج. بالظبط. يبقى احنا بندخل عمله صح. يبقى اذا ده انا حميت الاقتصاد القومي. الله. وحميت صاحب المشروع الصغير والمتوسط. كل ده انا لو اعتنقت بفكره التامين وقيمه التامين. ده بالنسبه للمشروعات الصغيره والمتوسطه اللي دولتنا ما شاء الله مهتميه بيها كاقتصاد. جدا. فعلا. تعالى بقى يا دكتور لاصحاب المشروعات الكبيره. ايوه. ما شاء الله. يمكن الدوله بتنادي النهارده بالقطاع الخاص ولازم يساهم ولازم يساهم. وطبعا بيوفر فرص عمل لمئات الالاف. دي حقيقه. التامين هيقوم بايه؟ اقول لك لا، استنى عليا بقى. استنى عليا، ده انا اصحاب المشروعات الكبيره هقول لهم شويه افكار جميله. الله عليك، اتفضل يا دكتور. انت عندك محاسبه التكاليف، طبعا اساتذتنا في التكاليف ما شاء الله عليهم. ايوه. تكلفه اي خدمه، اجور، مواد خام، نصيبها من المصروفات الغير مباشره. دول اللي بيدخلوا في تكلفه اي منتج او خدمه. طب ايه راي اصحاب المشروعات الكبيره؟ يا اخي ما تعتبر قسط التامين ضمن المصروفات الغير مباشره. ممتاز. وقوم على حيلك اعمل تغطيه تامينيه شامله من A to Z لمشروعك، ويا به نام وافرض طولك واستريح.
ما تشيلش هم من خطر يتحقق لمشروعك اللي تعبت عليه انت وجدك وسابع جد، هتلاقيه مغطى تغطيه تامينيه من قبل شركات التامين. الله، ايه الحلاوه دي؟ الله. اذا انا اقول لاصحاب المشروعات الكبيره، اصحاب مشروعات بالمليارات، يا ابني هيجي لك الوسيط زي الدكتور طارق، او انت تطلب من شركه التامين وجميع شركات الوساطه الموجوده. انا مشروعي بمليارات، ايوه، عايزكم تيجوا تصمموا لي مظله تامينيه شامله لكل خطر متوقع حدوثه من A to Z. الله، ده من اول ما ياخد قطعه الارض فاضيه يا دكتور. نعم يا دكتور، من اول ما ياخد قطعه الارض فاضيه وبيفكر يعمل فيها ايه. يا دكتور، ده انا عندي برامج تامين من لحظه الانشاء. ممتاز. اقول للساده المشاهدين، احنا عندنا حاجه اسمها تامين هندسي. ايوه. ويمكن معظم الناس ما تسمعش ايه هو التامين الهندسي. اقول لك ايه يا بيه؟ في وثيقه اسمها وثيقه تامين جميع اخطار المقاولين. ممتاز. دي بتغطي، اقول لك يا بيه، اثناء الانشاء اللي بيسموها الكونستراكشن والمينتنس، الصيانه. ايوه. انا كتغطيه تامينيه مغطيه اي خطر يتحقق للمواد بتاعه المشروع، وكمان العاملين في المشروع متغطي تامينيه. اتكل على الله. اي عامل يصاب جوه المشروع، اي عامل قبل اي معده تتلف، اي عامل يصاب في تعويض قد كده، 20,000 دولار، 200,000 جنيه، مليون، هو اللي بيحدد. يبقى يا دكتور وثيقه تامين جميع اخطار المقاولين بتوفر تغطيه تامينيه اثناء الانشاء واثناء صيانه المشروع. ممتاز. تعالى سعادتك امشي كده معايا. خلصنا المشروع وانشأناه. ممتاز. ندخل على مرحله تركيب المعدات. حقيقي. برضه اقول للساده المشاهدين ولجميع اصحاب المشروعات في كل دول العالم. ممتاز. سعادتك ما تعرفش ان في وثيقه اسمها وثيقه تامين جميع اخطار التركيب. جميع اخطار التركيب. يا بيه. ممتاز. ده بتركب معداتك. المكنه اللي جايه من دوله ثانيه وداخله العنبر عشان تتركب. تمام. خد بالك الصوت. يبقى اذا انا اقدر اوفر لك خدمه تامينيه اثناء فتره التركيب. ممتاز. طب انت عايز مني ايه؟ خلصنا ركبنا المعدات. ادخل على مرحله التشغيل بقى، الاوبريشن. طبعا. الله. برضه بقول للساده اصحاب المصانع، هو انت ما تعرفش ان في وثيقه اسمها وثيقه تامين عطل وضرر الماكينات؟ الله. تقول لي ازاي؟ اقول لك ايه بيه؟ انت جايب المعده ب 10 مليون، ب 20 مليون. طبعا. افرض حصل لها ضرر، شرر كهرباء، اتحرقت. طبعا. كده وقفت الانتاج. برامج التامين اقدر ارجع لك نفس المعده، وخد بالك بقى هندخل في حته ايه؟ ان انا هرجعها لك بسعر النهارده، بسعر السوق. القيمه، اجيب لك القيمه الاستبداليه. القيمه الاستبداليه اللي هي انا لو حتى اشتريتها من 10 سنين هيجيبوها لي بسعر اليوم. في عندنا برامج تامين يا معالي الدكتور. ممتاز. تقدر ترجع لك المعده بنفس قيمتها اليوم. ممتاز. اسال، احنا تحت امرك. طيب يبقى اذا اثناء التجديد هذا اضمن لك حمايه تامينيه. ممتاز. بدات تطلع منتجات. أيوة. عندك مواد خام، عندك اساس، عندك الله، ده عندنا وثيقه تامين حريق لاي تغطيه لاي خطر يحدث. ايوه. الله. يبقى اذا انت مغطى ضد اي شيء ممكن يحدث لك. تعالى كمان يا معالي الدكتور، هنقل السلع داخل السوق المصري او خارج مصر. وما شاء الله، الله اكبر، احنا فخورين بمصر. بدا النهارده بنصدر بكميات جميله. دي حقيقة. يبقى النهارده عشان التصدير، والحكومه ما شاء الله سعيه لزياده. شوف بنسمع مليارات في التصدير. أيوة. عشان اصدر وانجح بيبقى ملزمني وثائق تامين تلازم الصادرات. ممتاز. ده لازم. حقيقة لازم. حفاظا على المنتج لغايه ما يوصل لمخازن العميل بره. طبعا. بالظبط. انا اقدر اوفر العميل تامين للمخازن بتاعته. أيوة. عندنا في التامين الهندسي طبعا استاذ كبير حضرتك في وثيقه تامين فساد المحتويات بتعد للمخازن يا دكتور. يبقى اذا انا عندي المصنع بتاعي اثناء الانشاء زي ما سعادتك قلت. أيوة. اثناء التركيب، اثناء التشغيل، اثناء انا ما بنقل المنتج داخل مصر او خارج مصر مغطى. الله. اقول لرجل الاعمال صاحب المليارات. أيوة. يا بيه نام واستريح، انت لكن ظهرك على شركه تامين محترمه لغايه منتجك ما يوصل لهناك وفلوسك تيجي. طبعا.
هتدفع بس بشرط يكون اللي عمل لك المظله التامينيه مع الدكتور بروفيشنال. ايوه شاطر زي الدكتور طارق حبيبي يا دكتور، صمم لك مظله تامينيه ما تخرش الميه. تريد اقول لك يا بيه دي اخطار زي ما ربنا قال فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. يا بيه اسال المتخصص، ده هو ده كلام ربنا. انا كوسيط تامين رب لي عتاب على كل ما رجل اعمال او شخص طرق بابه وسيط تامين. بقى فرصه احكيها المعاليك. انا بزعل قوي لما يجي تامين محترم من شركه تامين، احنا عندنا حوالي 43 شركه تامين ممتاز وفيها كميه اكثر من 25 الف وسيط. الناس دي شغلتهم ايه يا معالي الدكتور؟ تمام. بتفكرني بحاجه جميله التشبيه هقوله للمعاليك. هو انا لما بعيا مش بروح لدكتور متخصص. حقيقة. دي حقيقه يا بيه. انا بقى وسيط التامين، انا الدكتور جيت لك لغايه بيتك. جيت لك يا بيه وبوصف لك كل الادويه اللي تساعدك على النجاح في وظيفتك. ممتاز. الله، ما هو نفس التشبيه ده. ليه بقى انا استنى لما اعيا ومصنعي يتحرق وبيتي يتخرب؟ يا بيه ما جيت لك يا استاذ وعرضت عليك الخدمه التامينيه. طبعا. انت اللي قلت لي لا 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 يا بيه انا مش عايز تامين يا راجل. وقلت لك الخير لحد بيتك وساعتك ترفضه؟ ينفع الكلام ده يا معالي الدكتور؟ خالص خالص خالص. لكل الافراد. ايوه. لكل اصحاب المشروعات المتوسطه الصغيره، كل اصحاب المشروعات العملاقه. يا ساده ارجو ان احنا يعني نعتقد ونعتنق فكره لازم حيازه وثيقه التامين تخليني مستريح. واسمح لي وانت استاذ كبير حبيبي، الراجل الانجليزي اتصلوا عليه قالوا له يا بيه مصنعك بيتحرق. انت عارف الدكتور طارق رد عليهم قال لهم ايه؟ من فضلكم ما حدش يتصل عليه النهارده راحت الاسبوعيه. الله، معقول مصنعك بيتحرق والنهارده تقول له ما انا مش فاضي لان براحتي اصابه. تعالى كده نفهم الحاله دي ايه؟ يا بيه عامل تغطيه تامينيه لكل صغيره وكبيره. مطمن تماما على راس ماله. وعارف وخد بالك كمان وحاطط ايده في شركه تامين قويه. بالظبط هتقدر تعوض له كل صغيره وكبيره. حقيقه. وبالمناسبه دي يا دكتور هقول حاجه لرجال الاعمال. اتفضل. احنا عندنا في تامين الحريق وسعادتك استاذ كبير حبيبي اسمه فقدان الربح. الله، يمكن معظم الناس ما يسمعوش عنه. تقول ايه فقدان الربح؟ بلاش بقى نتكلم بمصطلحات الانجليز، نقولها بالبلدي كده بصوره ثانيه. يا صاحب المشروع تعالى كده نمسك ميزانيه سعادتك، ما شاء الله انت محقق ربح صافي شهري او ربع سنوي او سنوي رقم معين. بالظبط. ايه رايك ان التامين لو حصل عندك حريق لا قدر الله ارجع لك مصنع، اجيب لك الالات، اجيب لك معدات، خد بقى اللي جايه واعوضك عن الربح اللي انت كنت المفروض تربحه في المده ديت. في الله عليك يا دكتور. اسمه تامين فقد ارباح. يبقى ايه النهارده اقدر اخليك عايش حياه في منتهى الاستقرار والطمانينه. وبرضه افكر سعادتك، انا خايف اكون خدت كتير من وقتك. لا انا مستمتع بالحوار معاك، بس ان شاء الله باذن الله وعدني ان حضرتك ان شاء الله تنورني هنا في الاستوديو لانك قامه كبيره جدا في قطاع التامين. انا يسعدني التعاون مع سعادتك. حبيبي يا دكتور. شخصيه لمعه وما شاء الله وجهه جميله. حبيبي. ويا بخت اصحاب القناه بسعادتك في هذا البرنامج. اشكر ذوقك العالي. وانا بقول يبقى لي تاني لقاءات تانيه معاك نوضح للمشاهد المصري والعربي والاجنبي ما هي قيمه التامين النهارده وبكره والاجيال الجديده يا دكتور. باذن الله ده يحصل يا دكتور. في حاجه سعادتك قبل ما ننهي المكالمه، انا كولي امر اسره لما ابني ولا بنتي يعرف ان انا عندي وثيقه تامين من سيارتي ليا، زرعت عند الابن او البنت اللي طالع قيمه التامين. ايوه فعلا. بصوره عمليه. انت يا بابا عامل تامين؟ طبعا يا ابني عامل تامين. لتامين انا لما اموت يا اولاد هيبقى في مثلا مبلغ 100,000 200,000 مليون يكملوا به المسيره. بالظبط. عامل تامين للسياره لو عطلت شركه تامين هتصلحها. تكمل. الله، كل ده بنقول للساده المشاهدين وقناتك المحترمه يا ساده نؤمن بقيمه التامين كخدمه مكمله لحياتنا. واحنا عارفين ايه في الدنيا غير اكل كويس واشرب كويس ويبقى عندي امان من المستقبل، لان المستقبل بيد الله يا دكتور.
حبيبي يا دكتور. ربنا سبحانه وتعالى قال الذين امنوا خذوا حذرا احتاطوا بكره. فعلا دي حقيقة. يبقى إذا هو تأمين الوسيلة اللي تقدم لي حماية تأمينية لما سيحدث في المستقبل، وهو في علم الله سبحانه وتعالى. بس ربنا قال لك ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. خذ يا بيه، خذ يعني بالأسباب، خذ خطوة. خذ خطوة. أنا موضوع الوعي التأميني عايز من سعادتك حلقات هيحصل إن شاء الله بإذن الله، وحضرتك هتكون أحد أهم الضيوف اللي إن شاء الله بإذن الله هيشرفوني هنا في الاستوديو علشان ننشر الوعي التأميني أكتر، ونقول للناس شيلوا الغشاوة من على عينيكم. وبشكر سعادتك جدا يا دكتور حسني، دكتور حسني الخولي، أستاذ التأمين، أستاذ دكتور التأمين في جامعة كلية تجارة جامعة بني سويف. بشكر سعادتك جدا جدا جدا، لأني أنا بحبك شخصيا، ومتأكد إن جميع العاملين في قطاع التأمين بيحبوا جدا دكتور حسني الخولي لقلبه الجميل اللي بيتكلم من القلب، علشان عايزك تكون أحسن وجهة في هذا القطاع. متشكر جدا يا دكتور، تحياتي. طبعا شفتوا معايا أهمية الموضوع مهم قد إيه، وقد إيه زي ما قلت لكم فخور، ولا زلت هقعد أقول فخور بالجواز المصري. معانا رجل الأعمال أستاذ محمد حمدي عبد العزيز، علشان هنسمع منه أهمية التأمين في جواز السفر. أهلا بيك محمد بيه. اهلا طارق بيه، ازي حضرتك؟ انا سعيد بان انا معاك في المداخله الصغيره ديت، وتحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهديك ولكل اسره التامين على مستوى جمهوريه مصر العربيه. اشكرك جدا. طبعا يمكن سمعت الجزئيه اللي بنتكلم فيها اهميه التامين اللي عاملاه الدوله في الجواز السفر، وان قد ايه انقذ الرحاله الجميله بتاعتنا في دولة أوروبية وأنقذها. يعني أنا عايز أضيف لكلام الأستاذ الدكتور حسني الخولي أن التأمين لم يعد رفاهية. التأمين في العالم كله، يعني في أمريكا وفي دول أوروبا، التأمين بقوا بينظروا للتأمين كأنه شيء أساسي من أساسيات الحياة. بقوا بيربطوه في دول العالم كلها بإصدار التأشيرات. ممتاز. بقوا بيربطوه بالخدمات الطبية. دايما بقى التأمين شيء أساسي في استكمال أي مستند حول العالم. أي حد بيسألك على أي حاجة، وثيقة التأمين بتاعتك فين؟ إخواننا في الخليج وفي المملكة العربية السعودية أشقائنا فاطنوا لهذا الموضوع، وبقى مربوط بالحج والعمرة، وأي وثيقة بتصدر لأي حج ولا أي معتمر لازم يكون فيها رابط تأميني. التأمين بقى ما بقاش رفاهية طارق بيه. التأمين بقى حاجة مهمة جدا 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 جدا. ويمكن بتوجيهات السيد الرئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، توجيهاته لوزارة الداخلية حماية جميع المصريين حوالين العالم، ان اي مصري لازم يكون ليه تأمين، وان اي مصري لازم يكون مؤمن طبيا، ولازم يكون مؤمن حول العالم كله. يمكن انا صادفت حادث اثناء عمل العمرة، ان احد المعتمرات ويعني نتيجة يعني ظرف صحي أصابها مرة واحدة كده، احتاجت إنها تتنقل للمستشفى. طبعا، وشدة الحرارة هناك. يعني الظروف الجوية بعض الناس ما بتستحملهاش نتيجة ظروف جوية أو كده، أو ظروف صحية سابقة ما تحملتش. فورا جت عربية الإسعاف، وتم طبعا لما اظهرت ان هي عندها وثيقه تامين في الباسبور المصري، طبعا بيغطي لحد 30,000 يورو طارق بيه. الله. ودي سابقه ما كانتش موجوده، وما كانتش يعني دي يعني من احدى امتيازات اللي احنا فزنا بيها او اضيفت للباسبور المصري في الغربه بيحس بقيمه الموقف ده. لاي حدث طارئ يحصل معاك في اي مكان في العالم. يعني الموقف هنا الواحد بيحس بفخر واعتزاز بدولته، وبيحس بساعتها بإحساس محدش يعرف يوصفه.
بتحس انك مؤمن يا طارق بيه، انت بتحس ان انت مؤمن في اي مكان، في اي دوله حوالين العالم. عربيه الاسعاف لا قدر الله يعني اي حاجه انت معاك، ما يعني معاك حاجه سنداك في اي ظرف طارئ، في كذا اي احد من افراد الاسره، ما بتبقاش شايل هم حاجه. لا قدر الله في حاله يعني الوفاه، الحاجات دي كلها بتخلي الواحد معتز بجنسيته المصريه طبعا في كل الاحوال، ثم ان هو بيحس ان هو في دعم شديد سواء داخل الدوله وسواء خارجها. والدوله فطنت في ظل قياده السيد رئيس الجمهوريه ان التامين فعلا ما بقاش رفاهيه، ركيزه من ركائز الدوله، بقى شيء اساسي من اساسيات الحياه في مصر. يبقى زي ما سمعنا من فخامه الرئيس ان شاء الله هتشوفوها قد الدنيا. الكلمه دي في محلها دلوقتي استاذ محمد؟ طبعا. احنا هو مش بس خلى مصر قد الدنيا، خلى المواطن المصري يشعر بالفخر وان هو في كل مكان حول العالم هو قد الدنيا وقد ان هو يواجه اي حاجه، وبتحس ان الدوله كلها في ظهره في حاله لا قدر الله في حدوث اي موقف. انت باسبورك بفضل الله سبحانه وتعالى اولا واخيرا باسبورك حميك، باسبورك بيدعمك، دولتك وراك، دولتك بتدعمك، دولتك بتامنك، بتامنك في كل مواقف. لما بتحس ان انت بلدك جنبك في كل المواقف دي حاجه بتخليك تشعر بالفخر والاعتزاز. هقول لك بعد الكلام الجميل ده بشكرك جدا رجل اعمال الواجهه المشرفه لمصر استاذ محمد حمدي عبد العزيز، بشكرك جدا على المداخله الجميله دي. وبقول لكم طبعا قد ايه احنا بنحط ايدينا على الموضوعات المهمه اللي بتهم الدوله وبيهم كل مواطن ان يسمع عنها. ما هو مش لازم اي سلبيات ننشر على طول ونقول الدوله بصوا بصوا بصوا، لا، الدوله بتحب جدا المواطن المصري. وعلشان نشوف أهمية الموضوع اللي بنتكلم عليه في حلقتنا النهاردة معانا دكتور خير عبد القادر، القامة التأمينية الكبيرة جدا في قطاع التأمين اللي لازم يحط رأيه في موضوع مهم زي كده. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بيك كابتن طارق، ازيك يا حبيبي؟ أهلا وسعادة. نورت الحلقة النهاردة، وإيه رأي حضرتك في الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه؟ الموضوع شيق. أشكرك. المحاورين مع سعادتك متميزين. أشكر ذوقك يا دكتور. رأي حضرتك ايه في العنوان الحلقة النهاردة وأهمية الموضوع اللي بنتكلم فيه؟ والله تأمين السفر ده تأمين غاية في الأهمية. كان كل المؤتمرات المصريين في الخارج والعاملين في الخارج كانوا بينادوا ان يا اخواننا العاملين المصريين في الخارج عندما يتعرضون لأي حادث بتصل لمرحلة ان هم بيجمعوا من بينهم مصاريف نقل الجثمان او العلاج. كان مواقف غير يعني ادميه للبني ادم المصري اللي الدوله بتحفظ قيمته، وبالتالي الدوله اتجهت الى انها تفعل وتنشئ تغطيات تامينيه لتغطيه مثل هذه الحالات. فانشات المجمعه المصريه لتامين السفر بالخارج. ودي مجمعه بتضم 21 شركه من شركات التامين المحترمه في مجال الممتلكات والمسؤوليات. بتصدر حتى هذه اللحظه نوعين من التغطيات: وثيقه تامين السفر سعادتك اشرت اليها اللي بيتم شرائها او الحصول عليها عند اصدار جواز سفر جديد. ممتاز. وتستمر التغطيه حتى نهايه مده الجواز وتجدد مع الجواز الاخر. التغطيه ديت غايه في الاهميه لانها بتغطي تكاليف نقل المصري اللي تعرض لمرض هو في الخارج، تنقله حتى محل اقامته في مصر، وكمان بتنقل لا قدر الله لو حصلت وفاه لاي من المصريين في الخارج بتنقل الجثمان الى داخل البلاد، تتحمل كافه التكاليف. ومصاريف نقل الجثمان هي بتشمل كل المصاريف بما فيها تجهيز واعداد ونقل، طبعا اللي بتوصل لالاف الدولارات بره يا دكتور الى الاراضي المصريه. اللي بتوصل لالاف الدولارات علشان يتم الموضوع دوت. طبعا في بعض الاحيان ده تصل مصاريف الجنازه الى 30 و40 الف دولار في بعض الدول.
فكان بيبقى عمليه صعبه جدا طبعا. والتامين اصبح يمنح لكل حامل جواز. ايوه. وحتى ولو حصلت الوفاه ودفن في الخارج، من حق اهليته ان هم يستردوا المصاريف بتاعه نقل الجثمان بما هو متعارف عليه من مصاريف دفعت في حالات اخرى مشابهه يعني. ممتاز. لا، النوع ده غايه في الاهميه، والناس كلها لما بتروح تستخرج جواز السفر بيحط لها كده ستيكر في نهايه الجواز، ما حدش كتير قوي بياخد باله منه ان دي تغطيه تامينيه كامله تغطي في حاله المرض وفي حاله الوفاه. وتفعيلها بسيط جدا، ان انا لو انا في جهه وبلغت المجمعه في ساعتها والمجمعه تواصلت مع الجهه اللي بتقدم الخدمه الطبيه، ايوه، يتم الدفع مباشره. لو انا دفعت وانا في الخارج، باخد معايا او برجع معايا الفواتير اللي انا صرفتها، قيمه ما تحملته من مصاريف طبيه. أيوة. ويتم استردادها من المجمعه بعد عوده المصري من الخارج. وفي حالات كثيره جدا، يعني يمكن ساعتها سلطت الضوء على حاله قصر التاشيره. لا، السيده الفاضله اللي هي كانت اصيبت والهليكوبتر جت الرياض في الجبال. انا بقول لك ان ليا اصدقاء كثيرين جدا تعرضوا لاصابات ومواقف دخلوا بها مستشفيات ودفعوا آلاف الدولارات، ولما رجعوا مصر استردوا هذه القيمه بالجنيه المصري بما يوازي طبعا ما انفقوا بالدولار في الخارج. ممتاز. التغطيه الثانيه وهي برضه غايه في الاهميه، ايوه، تغطيه الحوادث الشخصيه للمصريين العاملين في الخارج. الحوادث الشخصيه للعاملين في الخارج بتصدر عن المجمعه. وكان الحد الاقصى للمبلغ التغطيه 100,000 جنيه. ايوه. في السنه دي صدر قرار رئيس هيئه الرقابه الماليه بتعليه مبلغ التغطيه ليصبح 250,000 جنيه بدل من 100,000 جنيه. ممتاز. طبقا للقرار 494 لسنه 25. ممتاز. هيفعل هذا القرار اعتبارا من يوليو 25. بتغطي خطرين او ثلاثه في غايه الاهميه. ايوه. اولا العجز الكلي المستديم الناتج عن حادث. اذا تعرض اي مصري في الخارج ايوه لاي اصابه ادت الى عجز كلي مستديم، بيستحق المبلغ التغطيه وهو 250,000 جنيه. بتغطي كمان الوفاه الطبيعيه. ايوه. يعني المجمعه في حاله الوفاه الطبيعيه بتدفع المصاريف بتاعه نقل الجثمان حد اقصى برضه 250,000 جنيه. وفي حاله الدفن بالخارج بتلتزم المجمعه بتسدد ما يعادل تكلفه نقل الجثمان من الدوله التي حدث فيها الوفاه الى مصر، استرشادا طبعا زي ما قلت بالتعويضات الفعليه اللي تم سدادها لنقل الجثمان في نفس الفتره من اشخاص اخرين. هل اسرته بتاخد اي مبالغ يا دكتور؟ هل اسرته بتاخد اي مبالغ؟ العامل في الخارج ده دكتور خيري، العامل في الخارج هل اسرته بتاخد اي مبالغ عند وفاته في الخارج؟ من خلال الوثيقه لو حصلت وفاه نتيجه حادث ايوه في الخارج ايوه بيتم دفع مصاريف نقل الجثمان. ايوه. والفرق بين المصاريف الفعليه لنقل الجثمان ومبلغ التامين اللي هو 250,000 جنيه ايوه بيتم توزيعه على الورثه الشرعيين المستفيدين من الارث بتاع المتوفى. تمام. لان بيبقى في بعض العاملين في بعض الدول العربيه بيرجع مصر نتيجه حادث، بيبقوا مجموعه حصل لهم حادث بيرجعوا متوفين رحمه الله عليهم. فهل اسرتهم بيعوضوا بمبالغ؟ هي التغطيه بتمنح في حاله الوفاه بحادث 250,000 جنيه. لو دفع مصاريف نقل الجثمان يبقى متضمنه المبلغ 250,000 جنيه، فبيسترد المتبقي من المبلغ 250,000. بشكر حضرتك جدا. 250,000. بشكر حضرتك جدا يا دكتور، وانا ان شاء الله باذن الله دايما على تواصل معاك، لاني ما بقدرش استغنى عنك ابدا في معلوماتك التأمينية القيمة. متشكر جدا يا دكتور خيري، تحياتي ليك، وان شاء الله باذن الله دايما هنلاقي مواضيع مهمة تهم الشعب المصري والعاملين في قطاع التأمين، لأن الموضوعات المهمة واللي بتهم العاملين وفي القطاع حب دايما نكون على معاكم، نلقي الضوء عليها علشان نقول مصرنا اهي، وان فعلا لما بنقول تحيا مصر تطلع من قلبك،
تطلع من قلبك وتكون حاسسها. في نهاية هذا اللقاء أحب أشكر طاقم العمل وكل وحدة كنترول والإعداد، الأستاذ علي قناوي الصحفي الكبير بجريدة الأهرام، والأستاذة روان طارق، ومخرجنا المتميز أستاذ محمد سيد، والبروديوسر الجميلة آية حسن عبد المجيد. ودايما أترككم في حفظ رب العالمين، وألقاكم دايما في أمان. سلام.